وانت لقيتي اللبن بتاعك بنفس الشكل، عامل قشطه من فوق وطبقه جبنه رقيقه والباقي حليب تحت، هقولك تعملي ايه وتكملي شغلك ازاي. تمام كده بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده كده بالظبط. عندنا طبقه جبنه وطبقه قشطه وطبقه حليب تحت. طيب ولو الجبنه بتاعتك مش عارفه هتعلقيها فين، ولو انت ما عندكيش حصيره برضو هقولك تعملي ايه. وهقولك لو الجبنه بتاعتك طلعت طريه تحطيها في الحصيره ولا تستني عليها شويه، ولا برضو تشتغلي معاها بانهي شكل. تمام كده. والزبده بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هنعمل زبده بلدي فلاحي اصلي، حاجه كده من الاخر، لا تتغشي فيها ولا ريحتها بس ولا الكلام ده كله. اما ميه الجبنه بقى هقولك تشتغلي بيها، لان هنشتغل بيها كام حاجه. الجبنه بتاعتنا اللي زي الزبده الحلو او اللي زي السكر، تعالوا نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، على آلك واصحابك اجمعين. عندنا هنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كنا جايبينهم 10 كيلو حليب، شلنا منهم كيلو وهنشتغل في ال9 كيلو. تمام كده. الكيلو حليب عندنا ب30 جنيه. تمام كده. الشتا دي داخل علينا الحليب كده، كل سنه وانتم طيبين، ب30 جنيه. في الوقت ده اللي انت هتعملي فيه الجبنه بتاعتك والقشطه والسمنه البلدي والزبده والمش وكل حاجه، هو الموسم اللي احنا فيه ده من بدايه 12 كده لغايه ما تكملي شغلك شهر 1 و2 و3 و12. هو ده الشغل الصح للجبنه والحليب. ليه يا ام يوسف؟ علشان خاطر بيكونوا هم دول الدسم كله في الحليب. يعني الجاموسه عندنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بتاكل حشيش اخضر، فالبرسيم الاخضر هو اللي بيخلي معاها الحليب دسم وحلو، وبتكون كمان لسه والده جديد، وبيكون الحليب بتاعها بيكون دسم وجميل. علشان كده بيبقى شغلنا كله في فصل الشتاء. وكمان عندنا كمان في فصل الشتاء الحليب بتاعنا ما بيبقى الجو حواليه رطب، فالحليب بيعمل معانا انتاج كويس. فضينا ال9 كيلو حليب بتوعنا وهنبدا شغل مع بعضنا. تعالوا بقى نروح عند البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. جينا هنا بقى على النار كده وحطينا، ولعنا النار على هادي خالص، يعني فوق يعني على المتوسط، وحطينا الحليب بتاعنا اللي هو احنا حاطينه سواء في طبق بلاستيك، في طبق استانلس او حله المونيا، مفيش مشاكل خالص، او حله استانلس. الحليب بتاعي طالما نزلت فيه المغرفه وطلعتها كده بيكون نسبته معقوله. في حليب منه بيكون معلم علامه بسيطه، وفي حليب بيكون معلم علامه جامده قوي. اللي هو معلم مخيم ابيض جامد على المعلقه او على المغرفه، ده اللي حليب ما شاء الله اللهم بارك مش منضاف، وقليل قوي اللي بيبيعه مش منضاف. عليات الناس ربنا يا رب يعافينا ويصلح حال الجميع يا رب اللهم امين، ويرزقنا كلنا من واسع فضله. قولوا امين. وبعد كده ربنا ييسر الامر في البيع والشراء، وان شاء الله ربنا يصلح لنا الحال كلنا. اللي ما بتغشش نفسها، اللي بتغش نفسها. بس هو معنى الكلام في الاخر كده، علشان لما بتكلم في الموضوع ده انتوا بتقعدوا تقولوا انت دخلتي في الدين ومش في الدين والكلام ده كله. انا بس خايفه ممكن تكون واحده معانا تاخد معلومه تخاف على نفسها، بعد كده تمشي مظبوط، واللي فات ربنا ان شاء الله يسامحنا كلنا عليه. بس هدفي الحليب من 3 دقايق ل5 دقايق على النار، ما هحسش بدفيانه في ايدي. يعني لو انا حطيت ايدي فيه مش هحس بالدفيان بتاعه. ما استناش لما احس بالدفيان بتاع الحليب، لا هو حلو ما هواش دافي خالص. يعني انا عايزاه زي دمعه العين. دمعه العين ما بتكونش دافيه قوي، بس هو ده شغل كده التمام. هجيبه بقى من على النار وهحطه هنا على الرخامه، على ترابيزه، في الدولاب، في المطبخ، في اي مكان انت تحطيه فيه، المهم يكون امن ويكون الولاد ما بيلعبوش فيه كتير، علشان الحليب مش عايزينه يتحرك. طالما حطيناه كده وبدانا غطيناه خلاص، النهارده هنشتغل من غير اي اضافات خالص. تمام كده. غطيت الحليب بتاعي زي ما انتم شايفين، تحتيه دفايه وفوقيه بطانيه حلوه كده او دفايه برضو، وبسيبه 24 ساعه بس، بطل عليه من 20 ساعه. تمام كده. وده الحليب بتاعنا بياخد في يوم واحد. قبل كده كانوا بيعملوه الناس ويقعد 3 ايام، ومن ساعه احنا ما شاء الله اللهم بارك ما عملناه ونزلناه على الصفحه، وبسم الله ما شاء الله كل القنوات اشتغلت فيه والدنيا بقى تمام، وربنا يرزقنا كلنا يا رب اللهم امين. بس محتاجه منكم حاجه حلوه قوي تدعموني فيها في الفيديو، تحطوا لي لايك فيه حلو بالله عليكم، ما تنسوش اللايك. الفيديو عندي بتعب فيه وبغلب فيه وما باخدش منه اي حاجه خالص، لانكم انتوا ما شاء الله بتاخدوا المعلومه وتطلع ما بتحطوليش لايك. حطوا لي لايك علشان خاطر ربنا، علشان انا برضو ارزق زي ما انتوا بتحبوا الحاجه لاولادكم. تمام كده. وربنا يرزقنا كلنا يا رب. انا بقول لكم المعلومه بكل امانه وكل وضوح، انتوا بقى ساعدوني باللايك بتاعكم. هنا بقى عندنا شويه المخلل دول اللي كنا عملناهم الفيديو اللي فات قبل اللي فات، هخليه بقى يوم سليم، وقبل اليوم يعني 20 ساعه واجي اطل عليه. تمام كده. تمام كده. هنا بقى جيت بعد ايه، بعد 20 ساعه هبدا اشوف كده الاخبار عامله ايه. هنا بقى تعالي نسمي الله كده ونشوف كده 20 ساعه بالظبط. وده انا جايبه لك الشغل ده علشان انت تاخدي بالك منه. بدات عند كل القشطه اللي على الوش بنفس الشكل، وشفت الجبنه، طب القشطه معقوله، طب الجبنه
نص ونص. ليه بقى؟ لان معلقه على ايدي جبنه وتحت حليب. خلي بالك من الحته دي. الكلام ده كان بعد 20 ساعه بالظبط. غطيته نفس الشكل وعدلته زي ما كان بالظبط وغطيته تاني. كل ساعه من بعد ال20 ساعه بطل عليه، استنى ساعه واحده بس واجي اطل عليه. تمام كده لغايه ما يكمل ال24 ساعه باذن الله هيكون الدنيا تمام. زي ما شفتيني كده غطيت عليه تاني وسبته زي ما هو من غير ما اهز الحله خالص ومن غير ما اجي جنبيها ومن غير اي حاجه فيها خالص. طيب تعالوا بقى كده بعد ساعه واتنين. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نفس الشكل. بسم الله اللهم بارك. هنعين بس الوش القشطه بس بسيط ونشوف الجبنه من تحت اخبارها، هي الدنيا تمام ولا لسه ولا ايه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم بارك. ها حلوه الجبنه بسم الله ما شاء الله، مسكت من تحت اهي وبقى جميله ومفيش حليب طالع عليا لفوق خالص. يبقى كده بسم الله اللهم بارك شغلي تمام. عايزه تخليها ساعه كمان على الشغل ده هتكون جميله وحلوه. عايزه توديها على التلاجة بنفس الشكل برضه مفيش مشاكل، هتكون جميله تمام زي ما ترتاحي انت. عايزه تخليها ساعه وتغطيها ساعه وبعد كده توديها التلاجة تمام. مش عايزه تخليها على كده وتوديها على كده التلاجة، تعالي بقى نوديها التلاجة. طالما الجبنه بتاعتي جبنت حلو خلاص على كده مش عايزه شغل تاني. ودنا هنا بقى التلاجة هتقعد معانا 24 ساعة في التلاجة، 10 ساعات 5 ساعات 8 ساعات على حسب ما انت فاضية او لا. تعالي هنا بقى كده بعد ما عدى عليها اليوم بالظبط، لان انا ما كنتش فاضية بصراحة خالص خلال اليوم ده. سبتها يوم سليم ما فيهاش اي مشاكل خالص طالما في التلاجة تمام. انما لو بره على الرخامة هتبوظ منك الجبنة. هتبوظ ازاي؟ القشطة هتروح في الجبنة والجبنة هتروح كلها شرش ابيض. تمام. جبت الجبنه بتاعتي بعد ما قعدت يوم في التلاجة وبسم الله اللهم بارك القشطه راحت حاجه تانية خالص. تحس ان هي زادت الضعف، تحس ان هي حلوت وبقت ماسكه معاكي وجميله وفيها بركه كده وحلوه. وبسم الله اللهم بارك طبقه قشطه زي العسل. صلوا بينا على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك اجمعين. تعالوا بقى ناخد القشطه بتاعتنا دي كلها ونوزنها ونشوف اخبارها ايه كده في الميزان. وانتوا عندكم بقى بتشتروا القشطه دي، احنا هنا ما بنشتريهاش بنعملها كده في البيت. اكتبوا لي برضو القشطه عندكم سعرها كام في مكان ما انتوا موجودين يعني. جبت الميزان بتاعي وصفرته زي العاده وحطيت عليه الطبق وبدات اديته صفر تاني علشان خاطر اتاكد ان الدنيا تمام والطبق معانا مش موزن. لا على فكره الطبق ده خفيف جدا. طيب هاخد بقى كميه القشطه بتاعتي. بسم الله اللهم بارك. بسم الله اللهم بارك. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا رزقا يا رب العالمين اللهم امين. هاخد كل القشطه بتاعتي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك لغايه ما بخلص خالص وحطها على الميزان زي ما انتم شايفين. كل حاجه قدامكم ان شاء الله كده. بسم الله اللهم بارك عدينا الكيلو قشطه. فانتوا شوفوا انتوا الكيلو عندكم بيتباع بكام وابقى اكتبوا لنا برضه زي ما قلت لكم. بسم الله اللهم بارك. يعني هيخش على كيلو وربع لكيلو 300 جرام. شوفوا انتوا الكيلو عندكم بكام. لو احنا مش هنخضها ومش هنعملها زبده يعني لو احنا هنكمل على كده او هناخدها قشطه تتاكل او نعمل مثلا بيها كنافه او بسبوسه او الحاجات دي كلها بالقشطه ماشي، او فطير الحاجات دي كلها لو انا هستخدمه في ده. بس احنا هنا في الفيديو برضو بقول لك القشطه كام اهي وهنخضها برضو الزبده هنحولها لزبده وهوريكي برضو هي طلعت قد ايه لما حولناها لزبده. تعالي هنا بقى الجبنه بتاعتنا. بسم الله اللهم بارك. اللهم بارك حاجه حلوه قوي. ده طبعا حليب شتاء ما هوش حليب صيف. حليب الشتاء بيعوز حذر شويه وميه سخنه والكلام ده كله. احنا مش هنستخدم ميه سخنه ولا اي حاجه خالص. والجبنه بتاعتنا زي الزبده زي ما وريتك في اول الفيديو اهي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حاجه جميله. تعالوا بقى نكمل الفيديو بتاعنا. هنحط بس الجبنه الاول وبعد كده نروح للزبده تاني للقشطه. جبت الصينيه بتاعتي والشبكه اللي انا بحطها عليها. ما عندكيش الشبكه دي حطيها على عصايه كده في النص علشان تسند لك الحصيره ما تسقطش تحت في وسط الميه بتاع الجبنه تقوم الجبنه بتاعتك ما تتصفاش منك. تمام. في الوقت ده لو انت ما عندكيش حصيره خالص هتحطيها في مصفى وقماشه نفس الشكل كده في مصفى بلاستيك او ستانلس او اي نوع عندك وهتحطي فيها قماشه نظيفه تكون تبع الجبنه وهتفضي فيها الجبنه زي ما انت شايفه كده بالظبط. فضيها كلها ما تخليش حاجه خالص لان ده خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لنا كلنا ويرزقنا من حيث لا نحتسب يا رب اللهم امين. بس فضيت الجبنه بتاعتي كلها بنفس الشكل زي ما انت شايفه كده وهعدلها بسيط خالص بالمعلقه او بالسباتولا بتاعتي او بايدك. ممكن ايدك نظيفه ما يكونش فيها ريحه اي زفار او اي ريح او اي كريمات او اي حاجه من الحاجات دي عشان طبعا زي ما احنا عارفين الحليب ده بيلقط وبيزفر من ايدينا لو احنا ايدينا فيها حاجه ريحتها مش حلوه. تمام. غسلت ايدي كويس بشويه صابون سائل من بتاع المواعين وشطفتها كويس وجيت هنا بقى عشان نخض الزبده بتاعتنا. واي شغل
اي شغل احنا هنشتغله في الجبنه والحليب والحاجات دي، او هعجن معجنات او اي حاجه، ايديا تكون نظيفه من الاول وغسلها كويس، مش مخليها فيها ريحه اي حاجه خالص. هاخد بنفس الشكل كده بايدي، سواء بالمضرب او بالقربه. لو انت عندك قربه، طبعا القربه دي بتحتاج كميه كبيره من القشطه علشان نخضها فيها. طبعا مش هنخض القرب في قربه على حاجه قليله زي كده، ده كيلو واحد بس. ما شاء الله احنا بنخض في القرب هنا عندنا بس بيكون مثلا 10 كيلو قشطه، 8 كيلو قشطه، 20 كيلو قشطه، فاهمين؟ فبتكون الحاجات دي كلها مثلا مقدار حليب اسبوع سليم، 10 ايام، 3 ايام لو عندي جاموستين او 4، 3، الكلام ده كله، فاهمني؟ فاحنا بنكون يعني نملى القربه وبعد كده نبدا نخض. طيب هنا بقى الزبده بتاعتنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بدات تخرز معانا وتبقى جميله قوي، تمام كده. طيب هنبدا بقى في الوقت ده، لو انت عندك شويه ميه من بتاعه الجبنه اللي احنا حاطينها تتصفى تحت الحصيره او تحت المصفى والقماشه، بناخد منها كوبايتين وبنحطها على السمنه في الوقت ده. طيب لو انا ما عنديش، كوبايه ميه ساقعه وببدا احطها عليها برضو، تمام. بتخلي لي لون الزبده بتاعي زبده فلاحي يعني. خلاص الزبده بتاعتنا بسم الله اللهم بارك اتشكلت وبقى حلوه وزي العسل، وتبدا تخلع معانا من الحامض وتبدا تخلع معانا من الطبق، وتلم كوره واحده بس. على ما لمت كوره واحده كده مع بعضيها زي ما تشوفها دلوقتي كده، خلاص الزبده بتاعتنا تمام. وعلشان ما تتغشيش في الزبده لو هتشتريها من السوق، بلاش تشتري كميه كبيره في الاول، اشتري كميه قليله على القد كده في الاول، وبعد كده لما تلاقيها كويسه وتضمنيها كويسه يبقى اشتري كميه كبيره، تمام. بقى اجيب بس رطل واحد او كيلو واحد. الرطل ده عندنا يعني نص الكيلو، يعني نص الكيلو بحاجه بسيطه كده، لان الكيلو عندنا رطلين وربع، تمام. فالرطل ده احنا بنبيع هنا في الفلاحين بالرطل، اللي هي الكوره واحده كده موزونه بالرطل. الرطل حوالي نص كيلو يعني 450 جرام. اهي بسم الله اللهم بارك، بسم الله اللهم بارك، حلوه قوي وزي العسل، زي المتابعين بتوع ميسا في الحلوين. تحفظوا لي يا رب، وربنا يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياتي. بس ما تنسوش بالله عليكم اللايك للفيديو. خلاص على كده هبدا المها بقى بنفس الشكل، وتعالي بقى نغسلها في شويه ميه علشان ما اسيبهاش بالحامض بتاعها ده. لو انا شلتها من الحامض ده على الفريزر على طول هتمرر معايا لو قعدت فتره، تمام. يعني انا لو شلتها بنفس الشكل ده كده على الفريزر على طول هتمرر معايا وهتبقى مش حلوه. فعشان كده انا بحب اغسلها بميه ساقعه الاول وبعد كده ببدا احطها في الفريزر. تعالوا بقى كده نشوف اخبارها عامله ايه، ونجيب شويه ميه ساقعين حلوين ونبدا نشيل كل الزبده بتاعتنا بسم الله اللهم بارك اللي ربنا رزقنا بيها. وحلو الحمد لله يا رب تبارك الرحمن، حلوه زي العسل. دي بقى اعملي بيها احلى بيض وسمن، احلى شويه رز حلوين، احلى رز معمر، احلى حاجه من في الدنيا من الحاجات الحلوه دي. فطير، الحاجات الجميله الفلاحي الحلوه اللي احنا بنعملها هنا دي بالسمنه البلدي بتبقى حلوه قوي. تعالي بقى نغسلها حلو قوي كده، وبعد ما نغسلها نبدا نحطها بقى في ايه، في الميزانه. لو انا مش هوزن بقى، لو انا ليا بكور على طول وبحط في الفريزر. لو انا هبيع طبعا بوزن وبزود في الميزان شويه علشان خاطر ما اشيلش على نفسي حاجه وربنا سبحانه وتعالى يحاسبني بقى في الاخر، لان الكيلو والميزان مذكورين يعني، تمام. تعالي بقى هنا كده صفرنا الميزان بتاعنا على الطبق اللي احنا هنحطه على الميزان او الكفه بتاعتي. واحنا هنا بالعادي ما بنوزنش بالحساس، احنا بنوزن بالميزان الطبليه اللي هو العادي، علشان خاطر اللي هو الكفتين يعني، علشان يبقى فيه طب شويه، يعني يبقى في الميزان بتاعنا يبقى فيه طبه شويه. انما الحساس بتحس انك انت يعني بتضلين، علشان كده حتى لو احنا وزننا بالحساس بنزود شويه عن الميزان. طلعوا معانا بسم الله اللهم بارك هنا بقى نص كيلو، ماشي. نص كيلو ده يعني رطل وحاجه بسيطه، تمام. النص كيلو عندنا يعني الكيلو عندنا ب 300 جنيه او 300 وحاجه، اعتبريه على 300 جنيه. النص كيلو يبقى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ب 150، ماشي. والحليب عندنا زي ما قلت لكم هم 9 كيلو في 30 جنيه، تمام. يعني اقل من 300 جنيه، يعني 270 جنيه. جبنا منهم الزبده بسم الله اللهم بارك 150 جنيه. اتبقى معانا كام؟ بيبقى باقي معانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 125 جنيه باين، احسبوا معايا صح انتوا. تعالي بقى الجبنه بتاعتنا عدلتها زي ما شفتها كده وسبتها ساعه سليمه. في الشتا دي بسيبها ساعه سليمه على الحصيره، بس قبل ما بسيبها بعدلها بنفس الشكل واسيبها ساعه سليمه، واجي لها بعد الساعه. وفي خلال الساعه لو انت هتقلبيها تقليبه كده او كده بسيطه بالبتاعه بالحصيره مفيش مشاكل. في الوقت ده انا هعلقها، دي حصيره. طيب لو انا حاطه في مصفى قماشه يا ام يوسف، هتحطي مصفى القماشه بتاعتك وتحطي تحتيها طبق وتحتيها صينيه، علشان الطبق يعزلها بين الصينيه والطبق، علشان اللي ينزل منها الشرش اللي ينزل منها ما يلقطش فيها تاني لفوق، وتسيبيها تبيتيها بنفس الشكل. احنا هنا بيتنا الحصيره بتاعتنا 12 ساعه، يعني من 10 ساعات ل 12 ساعه.
تعالي هنا بقى بعد ما علقنا الحصيره بتاعتنا وضمننا انها تمام وفي حته تمام وامنه وكويسه، عندك بقى تعلقها على الحوض بتاع المطبخ، على حيطه زي كده زي ما انا علقتها على المنشر بتاع الغسيل، على اي حاجه المهم تكون نظيفه ومكان نظيف ومتعلقه نظيف. لو انت هتعلقيها في بره في مكان هوا هتغطيها باي حاجه علشان ما يجيش فيها عكسه ولا حاجه. ده بقى الشرش بتاعنا بتاع اللي اتصفى من الحصيره. هتعمليه 3 حاجات. اول حاجه تغلي ويبرد وتخزني فيه الجبنه اللي احنا هنعملها. تاني حاجه تغلي وتحطي عليه ميه وملح وشطه وتحطيه في المش الفلاحي. تالت حاجه هتعجني بيه اي حاجه. تمام. هنا بقى الجبنه بتاعتنا بيتت 12 ساعه لغايه تاني يوم الصبح، يعني بيتها من بعد العشاء لتاني يوم الصبح. وتعالي شوفي الجبنه بتاعتنا، بسم الله اللهم بارك اللهم بارك، صل بينا على الحبيب، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ولو وصلت لهنا علشان خاطري وما حطيتش اللايك حطي اللايك. يلا تعالي بقى نشوف الجبنه بتاعتنا برضه علشان نوزنها ونشوف بقيه الحساب بتاعنا اخباره ايه. يبقى كده كان معانا 270 جبنه، 270 لبن، طلعنا منهم 150 جبنه، 150 زبده، ومعانا من الباقي 150 معانا 120 جبنه. طيب ال 120 جبنه، ال 120 قصدي من بقيه اللبن، هنشوف الجبنه بتاعتنا هتيجي قد ايه. قطعنا الجبنه بتاعتنا، قطعناها بسكينه ناعمه يعني رفيعه، السلاح بتاعها رفيع، وكمان السخن. تمام. اهم حاجه السلاح بتاعها يكون سخن ورفيع علشان نجيب الجبنه بتاعت الجميله، وخصصيها للجبنه علشان تبقى نظيفه وحلوه. شايفه الجبنه بتاعتنا بسم الله اللهم بارك اللهم بارك، حاجه كده ناعمه وجميله وزي الزبده. جبنه شتا بقى يا اولاد، كل سنه وانتم طيبين. خلاص على كده هكمل بنفس الشكل ده كده اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هوزن الجبنه بتاعتنا. بس انا نسيت اصفر الميزان على الصينيه. طيب ما فيش مشاكل، هنحل الموضوع برضو باذن الله. دي الجبنه بتاعتنا، هنخلي الحته دي للاولاد ياكلوها، بيحب ياكلوها دلع كده. بس انا هوزن وارجع بعد كده احط لهم من غير ملح، يعني اشطفها بسيط من الملح. دي الجبنه بتاعتنا اللي طلعت ما شاء الله اللهم بارك. تعالي بقى نوزنها، وهنغير الصينيه بتاعتنا علشان هنوزنها صح. هنا بقى في الحته دي جبت الميزان بتاعي وصفرته برضه على صفر وحطيت الصينيه، هبدا اصفرها تاني، وبعد كده هرش رشه ملح بس بسيطه وهنقل الجبنه بتاعتي عليها. دي صينيه صغيره شويه عن التانيه علشان لما اوزن يبقى الميزان قدامك صحيح. هنبدا نسمي الله بقى ونحط حته الجبنه بتاعتنا بعد ما رشينا حبه الملح اللي رشناهم دول. بسم الله بسم الله اللهم بارك. احلى جبنه بقى تخزنيها في المش الفلاحي دي. سيبك بقى من جبنه المنفعه وجبنه الخضادات والحاجات دي اللي بتفضل ناشفه عندنا في المش دي، ولو قعدت سنه سليمه بتفضل ناشفه وما بتلونش معانا والكلام ده كله. هنا كيلو 900 جرام، وعندنا حته هناك على جنب سيبناها للولاد. قولي 2 كيلو جبنه. قولي يا ستي مفيش مشاكل، هسيب لك برضو في الحساب. 2 كيلو عندنا هنا ب 80 جنيه، وفي ناس بتديها ب 70 جنيه، بس الاغلبيه بيدوها ب 80 80 و80 160. وكان عندنا هناك الحساب باقي 125 من اللبن. يعني كده معانا بسم الله اللهم بارك. شوفوا انتوا بقى الحساب معانا كام.